عودة يا شعبنا الحبيب، يا شعب تونس الحبيب. عودة مع الإعلامي التونسي الكندي لطفي غرس من مدينة مونتريال. وصلتني معلومات مؤكدة ووثائق مؤكدة تفيد بأن مواطن تونسي من مدينة سوسة اسمه رؤوف سعيد كان يشتغل في مصالح التشريفات بوزارة الخارجية التونسية، وتم طرده لسبب واحد، لأن مدير التشريفات بوزارة الخارجية التونسية مثلي، يعني قوم لوط، عافانا وعافاكم الله سبحانه وتعالى. هذا يا رؤوف سعيد إنسان شاب تونسي في يعني مقتبل العمر نتاعو، قاعد يخدم على روحه، قاعد يقدم في خدمة للبلاد، يستقبل في الدبلوماسيين، هز الدبلوماسي هذاك بالكرهبة اللوتي الفلاني، يعرضوا المطار، هكذا الخدمة هذه. وكان يعني من ضمن عملهم يعني كان يعلم من حين لآخر إذا كان هناك يعني بعض التجاوزات أو الشكوك أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالدبلوماسيين الذين يزورون تونس. كان يتعاون مع الإدارة العامة للمصالح المشتركة، وزارة الداخلية أمن الدولة، ويتعاون معهم هدفا منه يعني لتنظيف بلادنا وإبعاد العدو عن وطننا الحبيب، وهذا عمل شريف طبعا. ألا وهو هذا الشخص الذي اسمه زهير العلاقي مثلي من قوم لوط، عافانا وعافاكم الله. أراد يعني باش ما نكبروهاش عجبه الطفل، فبدأ يعني يحاول معه جميع المحاولات باءت بالفشل. فكان يعطيه تعليمات للذهاب إلى أحد النزل بضواحي قمرت لنقل شخص أو ما شابه ذلك. فيتجه هذا الأخير يتجه إلى نزل في ضواحي قمرت في الغرفة كذا، يتجه إلى الغرفة يعني محاولة منه، يعني مثل ما جاءته تعليمات أنه سيجد شخص دبلوماسي أو شخص من سلك دبلوماسي دولة أجنبية لينقله من هذا النزل إلى المطار أو ما شابه ذلك. فإذا به زهير العلاقي رئيسه المباشر يجده في الغرفة بالكاب دو بان، يقول له يدخل، يحاول الحديث معه. فيتجه هذا المواطن المسكين الزوالي اسمه رؤوف سعيد، يتجه وينصرف في سبيل حاله. حاول هذا المواطن اسمه رؤوف، حاول يعني في العديد من المرات الاتصال برؤسائهم، يعني مدير ديوان أو وزير الخارجية وما شابه ذلك، ولكن دون جدوى، الناس كل تغطي عليه. فإذا بهذا زهير العلاقي يعمل له مكيدة ويطردوه من الخدمة، وبحث في الجرجاني في الفرقة غاديك متاع الأمن، وطردوه. والسيد مسكين ولا يبيع في شوية معدنوس وشوية ربافيكا وشوية كذا في عدة أسواق في يعني بولاية سوسة وضواحيها. هذا نداء إلى وزير الخارجية التونسي: إذا كنت رجل بأتم معنى الكلمة فيجب أن يعود رؤوف سعيد إلى عمله بوزارة الخارجية التونسية. إذا كنت رجل، وإذا كنت صديق مع زهير العلاقي وشمس الدين باشا، فيجب أن تغض النظر على هذا الموضوع وتنتقل إلى مواضيع أخرى. أنا باش نجربوك يا وزير خارجية تونس، أو باش نجربوك بالموضوع هذا، يعود رؤوف سعيد أم لا. ولكن لا تنسى أنك هذا الكرسي بوزارة الخارجية التونسية لن يدوم، ولطفي غرس دائم بإذن الله السميع العليم، ورؤوف سعيد سيعود لوزارة الخارجية، سيعود
لوزارة الخارجية بإذن الله السميع العليم، ويجب محاسبة هذا الشخص الذي يدعى زهير العلاقي. يجب، سامحوني فما تليفون، يجب محاسبته والزج به في السجن، لأنه نابل سا باللغة الفرنسية c'est un abus de pouvoir. لم يبقى لنا إلا أن نترككم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله الناس كل نبارتاجوا لأجل خونا رؤوف سعيد. عنده عائلة، عنده وليدات، عنده صغيرات، راهو من وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، ولا يبيع في المعدنوس. ماناش ضد يبيع المعدنوس، لا، لكن هو كان في مكان إنسان مظلوم، كان في مكانه أصبح أسفل السافلين. نعرفوا أنه هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى وليس بلاء. البلاء هو زهير العلاقي هذا المثلي، هذاك بلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة لرؤوف سعيد هو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين يا رؤوف، سيأتي يوم. وزير الخارجية التونسي، يجب عليك أن، وهذا من حق لطفي غرس كمواطن تونسي، أن يدافع عن المظلوم، من حقه، من حقي أن يندافع على مظلوم تونسي. ولذا يلزم يرجع لوزارة الخارجية التونسية ويتم تعويضه في السنوات التي قضاها خارج وزارة الخارجية. وهذا زهير العلاقي يجب إرساله إلى سجن المرنقية. دول اللي ناقصين غادي شوية سجن المرنقية، خليه يمشي وغادي، يمشي غادي لسجن المرنقية، يولي ما عادش يعمل امشي للوتيل الفلاني ويمشي كذا، يبدا من غادي يعني كما نقولوا فيها متبقى البيت النار. لم يبقى لنا الا ان نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل لطفي غرس سببا في انتقامك من عبادك الفاسقين والظالمين والمنافقين والكافرين، واللهم اجعل لطفي غرس سببا في نصرتك لعبادك المظلومين يا أرحم الراحمين، إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.